لو اتعلمنا طريقه الشغل وعرفنا الاماكن يبقى احنا كده خدنا ايه ليفل حلو قوي في الايه في الشغل. دي اول حاجه بنعملها ماشي. مرحله ايه الشفط دي كده ماشي. ماشي خلاص. لو قلنا ده دلوقتي هيثبت مستحيل يثبت، بنستخدم معاه تقنيه ثانيه. تشتغل على حد تشتغل ايديك الاثنين فبتكون ايه؟ بتعمليه عندها هنا. تمام. شفطنا 3 شفطات، اعمل ايه بقى؟ بايدي الثانيه امسك هنا لتحت ماشي؟ وايدك دي تمسكي من هنا كده وتشد. بص براحتك لللمبه. حلو قوي تمام كده؟ عشان اتاكد ان هو ماسك بضغط عليه لفوق كده، بضغط عليه كده. طالما البلف ده ما نزلش لتحت يبقى خلاص مفيش اي تسريب هواء ماشي اهو كده جامد كده ماشي. طيب هتطلعه ازاي؟ هتشدي الاصفر ده، الاصفر بس فك معاكي. اول مرحله كده فيها مشكله. طيب المرحله الاولى دي بتعمل لنا ايه بقى؟ بتعمل حاجتين، بتعمل تجميع الاخراج والشوائب اللي انا عايز اطلعها من المكان، وبتعمل تخدير نسبي للمكان نفسه عشان انا بعد كده اشرب. تمام؟ لما تفضل سايبه كده 3 دقايق مثلا خلاص يبدا المكان اللي جوه تحس ان هو خدم شويه او اتفضل شويه. يعني سيبها قبل ما افكها ب3 دقايق. هو بتختلف من شخص لشخص ماشي؟ احنا هنعمل ايه بقى؟ اول ما اللون الداخلي يتغير عن الخارجي ويكون يدي معانا تاني شويه كده تمام ابدا اشيله. هو في رينج 3 دقايق ماشي؟ انا مش هسيبه طبعا 10 ولا كتير ولا دقيقه خلاص، بس هو علميا مالوش تحديد. مالوش تحديد للمكان دلوقتي. خلاص؟ هتعمل 2 على كتفي؟ فهنبدا ماشي، هنخليهم يشتغلوا ماشي. هنبدا نشتغل على اول ما الشكل ده يختلف نبدا نعمل ايه؟ نفك كده. خلاص يبقى طبعا معانا صينيه تعقيم او حاجه زي كده بنحط ادوات عليها، ما نحطش على الشازلونج او على اي حاجه جنبنا. تمام؟ تمام. شلنا بنبدا نجيب المشرط بتاعنا، المشرط ده يبقى صح؟ في ده او في التاني؟ خلاص اهو. بنبدا نجيب المشرط بتاعنا، المشرط يعني خلاص تمام. مقاس 11 هو اللي بنشتغل بيه الحجين، اللي هو بيكون زي الموس نفس شفره الموس. تمام؟ بس ما نشتغلش بالموس عشان الموس مش معقد، ده معقد. صغير جدا ماشي. بنجيب بقى المشرط بتاعنا وبنشرط بطريقه راسيه بطول الجسم كده وليس بالعرض كده اهو، الجسم اهو كده. بنملى الكاس ده تشريط خلاص. بس كده نار يا دكتور ولا سحب يعني؟ نعم. نار ولا سحب؟ هو احنا عندنا طريقتين، حاجه اسمها الوكس ده بنستخدمه اللي عندهم سكر وسيول. وكس نستخدم ده او نستخدم ابره الانسولين. تمام؟ لو شخص عادي نستخدم معاه عشان يجيب بس ايه حته السنه معانا شرطه مهيه، شرطه خفيفه جدا في طبقه الجلد الايه؟ الاولى السطحيه. تشريط خفيف ماشي؟ تشريط خفيف خلاص. دي طريقه دي طريقه بنشرط بيها. خلي بالك يا عربات. زمان؟ لا ما دلوقتي غلط. تشريط بالنص ممنوع غلط. تمام؟ هو كده بيجي في ورقه. تمام؟ مش معقم خالص يعني. خلاص؟ احنا عندنا شفطنا اهو دي جايب معانا الدايره دي. ماشي؟ في كذا طريقه للتشريط، ممكن اشرط
من فوق كده، ممكن اشرط من تحت، مفيش مشكله تمام. بس عشان انتم مبتدئين اسهل حاجه لكم انكم هتشرطوا وتاخدوا السطر اللي في النص ده كده تشريط خفيف كده تمام. ده ماشي، هاخدها زي نظام صفوف كده تمام. وبعد كده اخد اللي تحت كده طبعا يكون مظبوط بس عشان اقلب ايدي كده ماشي. وبعد كده اجيب خلصنا الجزء اللي تحت شرطناه كله، ابدا اجيب اللي فوق ماشي. بيتملي كله تشريط زي ما